السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. وده حلقتنا النهاردة عن هدية من ربنا في أبسط اللحظات. بس قبل ما نبتدي الحلقة خلينا أعرفكم بنفسي. معاكم أحمد محمد في برنامج نفحات شهر رمضان. رمضان مش موسم بنعد فيه أيام، رمضان فرصة بنعد فيها خطواتنا. كل نفحة فيه دعوة، ذكر، صدقة، لحظة صدق بينك وبين ربنا. لو نفسك تعيش رمضان بجد مش بس تصومه، انت في المكان الصح. أهلا بيك في برنامج نفحات شهر رمضان. كان في واحد شايل هموم كتيرة، الليل عنده أطول من الطبيعي، نومه متلخبط وحاسس إن الدنيا كلها ضده. في ليلة من ليالي شهر رمضان راجع البيت من شغله، سمع صوت قرآن جاي من بعيد. الصوت بسيط لكنه صادق. دخل المسجد من غير ما يفكر، وقف في الصف الأخير وابتدى يسمع الآيات. كل كلمة كانت داخلة قلبه. بعدها خرج من المسجد، حس إن الدنيا حواليه مختلفة. كل شيء بسيط، كل صوت وكل حركة، كل نور وكل شيء أصبح هادي. الليلة دي فضلت معاه سنين، ومن يومها فهم إن ربنا دايما بيدينا هدايا، وأحيانا أبسط حاجة زي صوت القرآن وركعة صغيرة ودعاء صادق. دي حاجات كفيلة تغير حياتك. النصيحة اللي هنوجهها لك بقى، حتى بعد صعوبات الدنيا ربك دايما بيستقبلك بالهدايا. خليك دايما مع الصلاة، لأنها بداية لكل خير ونور لقلبك. وبكده نكون وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامج نفحات شهر رمضان.